إيش وزوريا بود بيند نام جواكي دد نام مرباطي دد مخصت أم بيكم خباطي تشكل بريا قوام برنامج خوبيشن أم دقاقي إيش بو بيراني شديدة متكون حول المرأة الأم من أحدث الحقائق المتجلية في علم الاجتماع المتطورة بظهور تماشا مع تطور المجتمعية هي أن أنسنة الإنسان تحققت بانفصاله عن فصيلة الثدييات البدائية السابقة له وهي الفصيلة الأقرب إلى الإنسان. مهما كثرت محاولات الفصل والعزل بين الفرد والمجتمع الذين يشكلان حالة الحياة لا يمكن برهنة ذلك على الصعيد النظري. إذا ما من فرد يعيش بمفرده قد يكون ثم فرد تحطم مجتمعه إلا أن هذا الفرد يواصل وجوده على الأقل بذكريات المجتمع المتحطمة بذلك، وبذلك الذكريات تصبح مجتمعيته مسألة آنية يرتبط اكتساب الجنس البشري للقوى بمستوى علاقته الاجتماعية، ومن أوضع أساليب إضعاف الفرد واستبعاده هو فرض العزلة عليه. حتى العبيد والأقنان والقرويون والعمال المدنيون المتواجدون على شكل جماعات يكونون مجتمعا بحد ذاته، بحيث يتذكرون أنفسهم عبر تمرداتهم بين الفينة والأخرى. ومن جانب آخر فالوحدة أفضل معلم على الإطلاق، وفترة الانزواء التي مر بها كل عالم وحكيم ونبي بارز في التاريخ إنها تعكس هذه الحقيقة بكل جلاء. مصطلح المجتمع الطبيعي هو نظام الجماعات البشرية الذي دام مرحلة اجتماعية طويلة تبدأ بانفصال الوجود الإنساني عن فصيلة الثدييات الرئيسية البدائية وتنتهي بظهور المجتمع الهرمي، وعادة ما تطلق تسمية المرحلة البيوليتيكية العصر الحجري القديم والنيوليتية العصر الحجري الجديد على هذه الحقبة من التاريخ البشري، والتي شهد ظهور تلك الجماعات الإنسانية المسمى بالكلان التي يتراوح عدد أفرادها بين 20 و30 شخصا. وتعود هذه التسمية إلى استخدام تلك الجماعات الأدوات الحجرية. كانت تلك الجماعات تتغذى على الصيد وجمع الثمار المتوافرة في الطبيعة، أي إنها تعيش على النتاجات والثمار الجاهزة من الطبيعة. إنها طريقة تغذية شبيهة بما تسلكه الفصائل الحيوانية القريبة منها في قوتها. لذا لا يمكن الحديث هنا عن وجود مشكلة اجتماعية ما، بل لا تكون في بحث متواصل عن القوت، وعندما تجده أما أن تجمعه أو تصداده. وباكتشاف النار ازدادت صنع الآليات والأدوات، تزداد نتاجات الإكلان ليتسارع بالتالي تقدمه كجنس بشري، وتزداد الهوى الفاصلة بينها وبين أسلافها من الثدييات البدائية، والقوانين الطبيعية للتطور الطبيعي هي التي تحدد السياق. البؤر الأم هي ميزوبوتاميا العليا، حيث يعيش المجتمع انفجارا باكتشافات جديدة باختراع وسائل الإنتاج، إنما يعيش أشبه ما يكون بعصر الصناعة النيوليتية، وتسمو المرأة الأم في هذه الثقافة إلى منزلة الآلهة الأم، ويغلب الظن بأن دورها محدد ومؤثر في تكوين المجتمع الجديد. التبضع والملكية وقيمة المضايقة، وفي حين إنه تسود العطايا والهدايا عوضا عن المقاضية، وتسرع بالتالي من انفكاك وانحلال المجتمع النيوليتي ومستوطنات أورا وآشور، منها تبرر هذه الحقيقة بما لا يشوبه أدنى شك. لقد بحثت الجماعات دائما ضمن أذهانها عن الأشياء التي تلبي حاجاتها المادية، وهكذا رغبت في تطويرها، وكانت همومها الأولية منصبة على تأمين الغذاء والمأوى والتكافل والحماية. ولتلبية متطلبات هذه الحاجات الأساسية عملت على الاكتفاء بما تجده من فائض الإنتاج المتعارض، والذي نظم أموره على هيئة الدولة وحقق منزلة مختلفة للغاية عن طريق قوة الرجل بالأغلب والتمدن المتزايد، يعني التضاد الذي يشبه بدوره من انتقاض ضعفه وتحوله إلى صياد حاذق وبلوغه مكانه منيعة مع حاشيته الملتفة حوله. رياضة الدين بخاصيته هذه يعتبر المنبع الأول، العين الأول، أشكال الذاكرة والتقاليد والأعراف الجذرية والأخلاق الأساسية في المجتمع. ومهما سمع مجتمع الإكلان بوعيه عبر ممارساته العلمية تندي يكجوان ربازي تنديا فيزيكي، تنديا لفظي دفكي، وتنديا نفسي وعاطفي. خو تنديا فيزيكي أو تنديا جوك ليداني أجو أسري ويتسر بدن دمينه،
تونديا دفكي أو بيبيتي جوتن اللي بإشاوي هي وتونديا نفسي أو عاطفي أو تونديا هي مدرسية شدك أو تونديا جو تأثيرها هي سر نفسها إنسان ببيبي أو لو جو بأفعالها لتأثيرها هي أو هلي خطرتش تونديا قشي تونديا هلي منتشر الجمد مجتمعي مدى هلي باندور أو تونديا جو دجي جنيه خواجن بروجانه توندیه دبینه بحر جوره توندیه السروي تيم شاندن بروجانه بسالانه بجن دبين توندیه هانه دیه خواجوها بشكلكي حشك بشكلكي برجع بالسر تيم شاندن يا جيجو بشكلكي حضاري شكلكي مجمل والسروي تيم مشاندن اول دسبيك جوجن توندیه دبینه دندري مالباتا خود دبینه توندیه سر دستي مالباتا خود دبینه بحجتها انه جن ناب وسمعتها مالباتي فحدود نهاية جيرتي رسماندنا بجن حدودي خو درباسكي خو او حدودي رسماندي جاليه بافه ام كارم بيج انه نظامات مالي نظامات بافه في حدودياتينه دبي كتجي طاعتي بك خو الدو باف برا لا الورده دكي قول دو باف وباف نحازر به برا أو حاكم بأو السلطة وياخذ سر قزال سر جنيب مشينة إنه غيابي باب حتى لو نحاضر بجي حاكم هي أو ريبوتة جو جن ريبوت جوار دبي روموت هبه تحكمية بيبك ف يعني حكم جداسكيد كبداسكيد أو نظامها هاني بنظامها إنه لاود سرقي زير دقرن دلالي وسربستيج لاوريه اما ايقيز هو طاعات للسرويه وبس هو اوامرها بنفذينه وقود او حشمنديا باب تجاوز نكن قلت تشكي تشتي بسيط يجمع هي جو جن جد من محروم جبشوكانيا خد وقفتون ديال سرتي مشاندن او حرماناويش حقيوي زانستي ابسط حقوقي زانستي جيتي حرماندن انه بحجتها والله قيس خوندن جيرنا لازمه خلاص داوياي مالا اسلامي ويه فويجب تشوكاني ده آماده دکن ويجب تشوكاني ده پرورده دکن به چا خوارنه چه چا مالا خو بمشینه چا زارو کا خودی بکه اما خوندن جيرنا لازمه لینو داویا جنی گورت میته گورتنجی داویا جنی مالاوی داویا جنی مطبخ ده جنج مالا خو زارو کی خورايه وكأنه هو أبجن هاتي دفي قوقعي ثاني دبه نا إنه تشنيدن زانستي هي حقوقي الشخصية إنه دبي الجن أو جبرولا خورا بتجوا كده نا خلاص خستنا قوقعة إنه دمطبخ دبه كاري مالاوي ونا هو أفتني مثلا جمع هي حتى تحكمية دركتنا جمالي تعاملها بأشخاص صارت يعني حتى وقتها بجواكت بدو بستينجي دبي مالبات جير بحل دينا بكير بدو بستينه وبدوري كيك هذا فحسب بل أيضا مجموعة الحياة الاجتماعية والسياسية. لقد شاءت ظروفنا الحالية أن يتم تسليط الأضواء على الإسلام خاصة وأن اضطهاد المرأة يبلغ مستويات عالية للغاية ومأساوية في بعض الأحيان في البلدان حيث الإسلام هو الدين المهيمن. وقد احتلت مسألة الحجاب الإسلامي هنا في فرنسا عناوين للصحف، لكن الكنائس المسيحية أيضا تقليد طويل في خدمة الطبقات المهيمنة من جهة وفي اضطهاد النساء من ناحية أخرى، ولا يزال لهذا التقليد بقايا عديدة حاليا. وعلاوة على ذلك فالكنيسة تتربص الوقت المناسب لإعادة فرض هذا التقليد في المجتمع. إذا وإن كانت الأصولية الإسلامية تبدو اليوم الأكثر تهديدا، ولذلك سلسلة من الأسباب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لا بد من القول بأن أولئك الذين هنا في فرنسا لا يقومون أولا بالتنديد ومن دون تحفظ بالدور الرجعي والشنيع الذي تلعبه الكنائس المسيحية. ليس لهم في رأينا أي مصداقية حقيقية للحديث عن هذه المسألة. الملكية الخاصة وإخضاع النساء. أن الرابط الذي يفسر استمرار اضطهاد المرأة على مر العصور نجده في بقاء النظام الاجتماعي القائم على الملكية الخاصة، ومعه نتيجته الطبيعية اعتبار النساء كملك لأزواجهن كما ممتلكاتهم الأخرى. لقد بدأت مغامرة الإنسان في زمن كانت الموارد المادية فيها شحيحة بقيامها على الصيد وجمع الثمار. بالنسبة للنساء كانت فترات الحمل والولادة
التي تليها فترات طويلة من الرضاعة الطبيعية للأطفال تجبرها بالبقاء خارج العملية الإنتاجية، خاصة بالنسبة لعملية الصيد الكبيرة. كان تقسيم الأدوار هذا ناتجا عن الوظائف البيولوجية، لكنه لم يكن بالضرورة يعني وجود تراتيبية بين الجنسين. وعلاوة على ذلك فقد كان البشر في ذلك الزمن يجسدون آلهتهم على شكل أمهات ليعبدوها، خاصة وأن النساء كانت تمثل مستقبل الجماعة. لكن بعد زمن طويل في الزمن المسمى بالعصر الحجري الحديث تبدل نمط الحياة بشكل جذري، عندما حلت تربية المواشي تدريجيا مكان الصيد، وحلت الزراعة مكان عملية جمع الثمار، فبات الرجال يسيطرون على القطعان، ومن بعدها على الزراعة التي كانت تطويرها يعتمد على القوة الحيوانية. وكلمة رب الذي نجدها في مصطلح رب العائلة الذي كان متعمدا في الحضارة الرومانية تأتي من كلمة قديمة جدا لا تعني أبوية مادية بل أكثر إتقان وحيازة الممتلكات. وهكذا فإن مفهوم الأملاك يشير إلى أملاك رب العائلة. ومع زيادة أهمية العملية انتقال الأملاك أي الميراث، بدأت أهمية السيطرة على خصوبة المرأة، إذا أصبح من الضروري التأكد من أن رب العائلة هو المنجب الحقيقي لمن سوف يحظى بإرثه. لقد امتد هذا التبدل العميق في نمط الحياة على مدى آلاف السنين. هذا ما يبدو بحسب القليل مما عرفناه عن حضارات منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. تشتين كوج بيوان كفن شوبية جيانا أصايي دور بكفن مينا كوجن جلو برجن جنتيه روح دايكتيه در كتبة وخرادستي جيانا أصايي كربة لبر جلو برجن وكبيا بميران را ومجربونا بجياني را هردو خديه هبونا خويا طايبتن دفرده امراق دكن كوريبا روجلان چاوا دفكرة هبونا جنيه ونبونا ولاتكي راسته دركتيه هولي اف بوجه مجازي توريا كوجلان درخستيه هولي كوبليگرينا آزاديا جنين كردستاني وگريدايه وتيدا فكرة هبونا ولاتك آزاد بيك تيبشت راستك ريبرابو بپشنياريا بي توريا شورشگري يا مافين جنين كرد جنوب و سازومان کرنا پیکاتی انجواکی نرخین اوی و کهوی و آزادی ین که د صورت جنیده حوینه. دورده ریبراپو پرسک پیرکرینگ آکو دوی پرتوکه دانیزک بونا خال سر و آوادی که آوا کوبی دست خستنا سرخابون آزادی جنی و حس کردن چاوا دکاره سرکفتنه بدست بخه و چاوا عدالت وکی دو آلیه مزینه و پیکوره یعنی جن و میر دماف و ارکن خوده و کهوی خواه وندا کرنه. ين كود بيجن جن نيفي جواكي جهنة اللي بباوريها من جن تغايا جواكي. في ختام هذه الندوة الحوارية مخرجاتها، نحن كمؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، أولاً أن تعمل الامرأة على مبدأ المجتمع البدائي وعلى مبدأ المحبة والعدالة والمساواة التي كانت سائدة آنذاك. اثنين، أن تتحلى الامرأة بصفات وعقلية المجتمع الطبيعي التي كانت تدير الكيلان والتي كانت صاحبة الإرادة وعليها تصديق حقيقتها. ثلاثة، أن تعمل الامرأة على استرجاع 104 اكتشافات التي اكتشفتها سابقا. 4، نحن نساء العاملات والتي نعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية يتوجب علينا تحرير ذهنية المرأة من الذهنية الذكورية سواء في العائلة أو العمل وبين المجتمع. 6، استرداد الأخلاق الذي كان سائدا في المجتمع الطبيعي وكسر العادات والتقاليد البالية. 7، أن تتحد النساء لمنع حالات القتل والممارسات العنفوانية ضد أقرانها وفرض عقوبات جنائية شديدة على من يرتكب هذه الجرائم بحق النساء. يوم السبت تاريخ 5/10/2024. جن جيان آزادي، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.